السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. أنا أول فيديو ليا إن شاء الرحمن معاكم. عايز أوريكم ظاهرة جديدة، وإن شاء الرحمن هبتديها معاكم وهنهيها إن الناس دي كلها تكون في الحبس. تعالوا معانا نروح نتفرجوا على الفيديو ده كده أول حاجة ونشوفه بعينينا ونرجع مع بعض تاني. بقول لكم انا ما عملتش كده، ما كلمتوش. انا احطه هنا ولما اجي. لا يا بنت، لا يا منى. أحا سمعتوا قالت إيه؟ لا تعليق. تعالوا نشوف واحد تاني. طب ايه ده يا جماعه؟ ده من جوه المدارس، ده في الحوش. اقسمتلكوا بالله انا كنت في الوقت دوت بلم يعني الزباله. مش انا كنت لو اتاخرت ثانيه كده اخد عصايتين في عز التلج. احنا ما عشناش يعني، احنا ما كناش، انا ما شفتش يعني. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. فين الرقابه يا جماعه بالله عليكم في الفيديوهات دي؟ طب تعالوا نشوف واحد تاني او تالت بقى، معلش اسف للكلام. عشان هي اتحمل على مسألة دلوقتي. يا ماس عايزه اقول الغرض من التوصيل توالي، والغرض من التوصيل توالي الغرض من التوصيل توالي دلوقتي توصيل على اكبر. دلوقتي لو حضرتك مثلا هنا مقاومه 2 ودي 3 ودي 4، مش فاهم على بعض كده؟ 2 و3 قوام. انتوا عارفين الكارثه في ايه؟ الكارثه ان دي هتبقى المفروض ان في واحد شقيان تعبان طالع سلسفينه هيروح البيت عندها يفكرها محترمه جدا ومهذبه وبنت ناس ومتعلمه وشيك ومحترمه جدا عشان الطرحه سبور، وعايز يتقدم لها يا عيني وعايز يفتح بيت وان دي المفروض تبقى يعني هي دي الكارثه بقى. انا لما كنت في المدارس اقسمتلكوا بالله اول ما المدرس يخش الكراسه بتاعته متحضره والواجب بتاعه متحضر، وانا ندمان اول ما حلتش سؤال في الواجب، سؤال واحد اطلع اخد 6 عصيان. فعلوا كلام في كلام. انا صيدك وسيد ابوك وقعد على اللي خلفوك. فعلوا كلام في كلام. انا صيدك وسيد ابوك وقعد على اللي خلفوك. انا نفسي اعرف فين المحتوى طالعه، فين المحتوى فين؟ يعني انت طالعه بتعملي ايه يا ستي؟ مش عايزين بوس، تعبت يا جماعه. انا نفسي بس اعرف حاجه، ايه ذنب طفل متربي محترم في الوقت اللي احنا فيه ده، امه وابوه شقيانين في تربيته، ان هو يفتح التيك توك؟ او اغلبيه الحاجات والقرف ده بينزل على التيك توك، لان ما يعرفوش الكلام ده يعملوه على الفيسبوك، لان الفيسبوك متراقب من مصر، فما بيعرفوش يعملوا الكلام دوت على الفيسبوك. بس انا ان شاء الله ورا منهم لحد ما يتحبسوا باذن الرحمن، باذن الرحمن. يفتح يلاقي البلاوي والقرف ديت كده اوتوماتيكي فجأة كده، يلاقي القرف دوت. طب ايه ذنبه؟ طب ايه ذنب التربية بتاعتنا اللي احنا شقيانين فيها؟ تعالوا نشوفوا كده الفيديو دوت مع بعضينا. حول الله يا رب. عالجد وعالجدون كلها بتدقي في الهوم. يا خاينين. ايوه يا زميزي، اشكيني يا حبيبتي. ايوه وبعدين بقى؟ العيش والملح بتاعكو عملت غسيل معده ورجعته. اسمع تقدير، لو تتكلم عن الرجولة ده هم دول الدرجة الأولى. الرجولة في الكاكولة يهبل، وفي حد ياخد عرضه كده ويطلعه من الناس؟ يهبل يا عبيط يا اللي مش عارف اي حاجة اصلا عن الرجولة. ايه القرف ده يا ابني؟ اقسم بالله مش حاسبكم. شكرا لحضرتك، مش عايزين الرجولة النهاردة، مش عايزين نعرف اي حاجة عن الرجولة. شكرا، متعلمينها. شكرا، اسفين. جميل جدا المحتوى. تعال نشوف الفيديو ده.
عارفين يا جماعة دي يعني سبحان الله، ده طفلها ده ابنها. يعني تخيلوا بكرة ده في المستقبل، اتمنى له احلى مستقبل. بسم الله ما شاء الله هيشتغل في شارع الهرم توماتيكي، هتلاقوه طبال، يا اما بسم الله ما شاء الله شايل لها الشنطة. ايه اللي طلع تعمليه؟ جوزك فين؟ جوزك فين ما عندوش اي درايه؟ ده اكيد مصر كلها شافتها. الله يخرب بيوتكو، الله يخرب بيوتكو. ايه اللي انتوا عاملينه ده يا جماعه؟ ده يا جماعه ايه الهبل ده يا جماعه؟ ده يا جماعه اخواتي بالله عليكم عايز متابعه ليا، وده اول فيديو ليا، وان شاء الله الرحمن كده مستني ردكم ومستني تعليقاتكم تحت في الكومنتات. ومع السلامه عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم.